وصفة بتتقدم لملوك. القطايف ملكة الحلويات اللي بتزين سفرة رمضان، طعمتها غرام. اليوم رح أعطيكي وصفة ناجحة 100%. رح نحكي على جميع أسرار نجاح القطايف. رح نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة، والطعم لا يعلى عليه، وما رح تفشل معك نهائيا إذا اتبعتي كل الخطوات اللي رح أحكي لك عليها. بخلاط الكوكتيل رح أضيف كوبين وثلاث أرباع الكوب من الماء الدافي. طبعا أنا هون رح أستخدم الخلاط الكهربائي. رح أضيف عليهم ربع كوب سكر، ربع كوب نشا، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ربع معلقة صغيرة من المحلب، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكوبين ونص من الطحين المنخول. طبعا بدي أخلطهم على سرعة عالية مدة 5 دقايق، هي أقل شي. وأهم خطوة إنه ننظف الحواف لحتى نتأكد إنه كل المكونات امتزجت وانخلطت مع بعض. طبعا بعدها لازم صفي المزيج لحتى أتأكد إنه ما في أي تكتلات نهائيا. هذا هو قوام العجين. هلأ رح أغطيها وأتركها ترتاح مدة 20 دقيقة، ورح نشوف كيف رح نبتدي شوي القطايف. تخمرت عندي العجينة، هذا هو القوام. هلأ رح أحكي على أهم نقطة لنجاح القطايف. طبعا أول قرص ما رح يزبط معك، لأنه لحتى نضبط الحرارة تبع الصاج أو المقلاية اللي عم تستخدميها. مو أي مقلاية بتشتغل، ومو أي صاج بيمشي مع القطايف. يعني مرات بتكون العجينة عندك تمام وظابطة 100%، لكن الخلل بيكون من الصاج. بدك تجيبي صاج يكون القعر تبعه سميك ويوزع لك الحرارة. هي أهم نقطة وأهم سر من أسرار نجاح القطايف. وكيف تعرفي إنه القطايف معك ناجحة؟ أول ما تصبي القرص لازم ينشف عندك من الطرف وبعدين يمشي على النص. إذا شفتي القرص عم بنشف معك من النص بالأول وبعدين الداير، اتأكدي إنه عجينتك فاشلة. شوفوا راقبوا، أنا هون عندي بالفيديو نشفت عندي من الأطراف وبعدين كملت التنشيف على المنتصف. هون بتعرفي إنه القطايف ناجحة معك 100%. شوفوا الثقوب كيف. تاني شي الخط الكنار الأبيض يلي المتعارف على القطايف لازم يطلع معك. إذا ما طلع معك كمان بتكون العجينة فاشلة. ولاحظوا كمان عندي الخلف تبع القطايف ناعم مثل خد العروس، ما في أي ثقوب نهائيا. بتقدروا تحشوها بالقشطة، بتقدروا كمان تحشوها بجوز، تقلوها انتو كيف ما بدكم تضيفوها ضيفوها. طبعا انا هون رح اعملها قطايف عصافيري، لانه الكل عندي بيعشق القطايف، تحديدا القطايف المحشية بالقشطة. انا سابقا نزلت لكم فيديو عن تحضير قشطة رائعة بتقدروا تستخدموها لكافة انواع الحلويات الباردة والسخنة. من اروع ما يكون. رح اترك لكم الرابط اسفل الفيديو بصندوق الوصف. وهلأ رح نبتدي حشي القطايف. مثل ما قلت لكم أنا رح أعملها قطايف عصافيري. بتقدروا تزينوها طبعا بأي نوع مكسرات، من دون مكسرات كمان بيمشي الحال. وبتقدموها مع القطر المحضر مسبقا، ولازم يكون القطر بارد. وذوقوا أطيب قطايف ممكن تاكلوها بحياتكم. رائعة يا صبايا، رائعة، طعمتها غرام. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو اليوم. بتمنى منكم إذا الفيديو نال على إعجابكم ما تنسوا تدعموني بالضغط على لايك، سبسكرايب وشير، وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد رح ينزل. وإن شاء الله بشوفكم بفيديو قادم.